اهلا باحلى واجمل ملكات في العالم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد سبلاي ثانويه عامه 2027. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تدعوا لثانويه عامه ان ربنا يوفقهم في امتحاناتهم يا رب، وربنا يجبر بخاطرهم. وعايزه اقول نقطه كمان، مش شرط تجيبوا كل الحاجات اللي انا جايباها، ومش شرط تجيبوا كل الحاجات اللي اي فيديو هتشوفوه عامه. يعني هاتوا اللي انتوا عايزين تجيبوه، بس انا جايبه بكميات زيادة عشان انا ما بحبش انزل كل شويه اشتري. اي نعم انا بحب سبلايز ثانويه عامه ومشتريات دراسه عموما، بس بكسل بصراحه. فعشان وغير كده اصلا يعني اوريدي هيخلصوا، فهنجيب غيرهم يعني، فمش لازم تجيبوا كميات كبيره خالص. هاتوا اللي هو ايه، صرفوا نفسكم بيهم يعني. تمام، عشان ايه نبقى متفقين من الاول. فتعالوا. دي كل الحاجات اللي انا جبتها. ما اعرفش ناقصني حاجه ولا لا، ما اعرفش المفروض ان انا كنت اجيب حاجه ولا لا. بس لو حد من دفعه 26 بيتفرج يكتب لي في الكومنتس ايه اللي هيبقى ناقص وكده يعني. تمام، فمش عارفه هنبدا بايه بصراحه. يعني احنا ممكن نفضل الحاجات دي تاني بقى، وناخد شنطه شنطه ونفتحها ونشوف. قررت نبدا بالشنطه دي بما انها اصغر شنطه حرفيا، يعني مفيهاش حاجات كتير قوي، هي حاجه واحده بس. فتعالوا بصوا يعني ايه. جبت الشنطة دي ووتر برو. بصوا هي ليها جيبين من قدام، استنوا بس، ليها جيبين من قدام ومعاها دي. فبصراحة بصوا يعني تحفة، كتكوتة كده جميلة. كنت عايزة اجيبها اصلا من امتحانات السنة اللي فاتت، بس قلت كده كده السنة خلصت فهجيبها على السنة الجاية، يعني على السنة دي. ودي كانت ب100، فشكلها كيوت قوي. واستنى هفتحها لكم من جوه طبعا يعني، وبيبقى فيها جيبين من قدام يعني. فبصوا هي اصلا يعني كبيرة من جوه. بجد بجد الشنطة تقيلة. بصوا يعني ده كشكيل، فانا هطلعهم عشان الشنطة تقيلة بجد. استنوا، جبت 5 كشاكيل. مش عارفة ما جبتهمش عليهم اسماء المواد وكده ليه، بس حسيت ان الكل هيبقى جايب منهم يعني، فانا حبيت ابقى كرييتيف شوية. وبصراحة يعني دول شكلهم كيوت عاجبني، ما عدا كشكول يعني. هتشوفوا تعرف. استنى بس. حاولت اطلعه باقل الخسائر بصراحة. فايه بصوا يعني ده كشكول كتكوت، على فكرة شكله كيوت يعني. هو انا في الاول ما كانش عاجبني على فكرة، انا فتحتهمش اصلا. الكشكول ده كان ب50. استنوا نفتحه سوا، انا اصلا ما فتحتهمش. وقاعدة اصلا جايباهم يعني من زمان، فايه هنبقى نشيلهم بعد ما نخلص يعني. فبصوا عادي زي الكشاكيل العادية، واصلا هارد كفر. فهو بصوا تحفة، 100 ورقة نفس يعني، هو نفس الديزاين من جوه بتاع السنة اللي فاتت اللي انا جبته، بس شكله كيوت. هو بصراحة ما كانش عاجبني في الاول، بس حاليا يعني شكله في الكاميرا حلو بصراحة. وبصوا ده كتكوت قوي، حاساه شبه العربي، ما سالونيش ليه بس حاساه بجد. فتعالوا نفتحه برضه يعني، مش قاعده كل ده ومستنيه عشان اعمل فيديو ومش هفتحه معاكم، لا استحاله. وبصوا والله يعني كتكوت نوت بوك رونا من شركة سينا برضو. اي ثينك هو لا، من آداب الحوار: فكر كثير واستنتج طويلا وتحدث قليلا ولا تهمل كل ما تسمعه، فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل. يعني بجد تحفة. وده كنا اي ثينك كنا قاريين واحد زيه السنة اللي فاتت، مش فاكرة، بس هو شكله كيوت. ده طبعا نفس الكشكول الاولاني. ما سألونيش جايبه الاتنين. ده كان ب55 يعني، ده كان ب55 وده كان ب50 برضو يعني. انا جايبه الاتنين مع بعض عشان انا اتزنقت وايه، ورحت مره واحده وما لقيتش غير اخر اتنين اصلا، فجبتهم بقى. مش مشكله، على فكره شكله كيوت والله. مش عارفه ده شبه ايه، بس هو اصلا يعني. لا ثواني، بصوا مش هو. السر ليس في قضاء الوقت بل في استثماره. فعلى فكره تحفه، كتكوت كده وجميل. وده
بصوا ده حاسه شبه الانجليزي كده، اللي هو انت انجليزي كان ب55. بحاول افتكر الاسعار، يعني اللي هو انا ما شلتش الاسعار من عليهم عشان ايه. وكل الكشاكيل دي 100 ورقه. استنى عشان ده شكله نضيف فمش عايزه اقطع الورق. من الاقصى عامه بتبقى احلى ورق هو وبينك وسينل، يعني اللي هو كل اللي انا جايباهم. بصوا بجد شكله كتكوت قوي. ايه ده؟ هو ليه مفيش من جوه؟ نعم. وات؟ فين؟ لا فين؟ معلش انا جايباه بجد عشان بيبقى فيه كلام جوه. خلاص ما علينا بقى. ده اخر كشكول معانا، يعني حاساه شبه الكيمياء شويه. ده كان ب60 بس يا عمو اداهولي ب55 عادي يعني. فاستنوا، غالبا ده شبه دول، يعني اللي هو ده شبه دول، هيبقى فيه حاجات من جوه. فاستنوا. فتح منين؟ فتحته. يعني واو تحفه بجد، يعني انا ما توقعتش ان هو هيبقى كده، بس تحفه. وعلى فكره يعني شكله من جوه كيوت قوي، تحفه. لا بجد ده ماي فيفورت بامانه. اهم دول. بصوا ده حاساه شبه العربي، وده حاساه شبه الانجليزي شويه، وده حاسه شبه الكيمياء، وده واحد للاحياء واحد للفيزياء، مش عارفه بقى. دي الشنطه اللي قبل الاخيره. تعالوا بقى عشان دي اكتر شنطه مقربه لقلبي حرفيا. غالبا انتوا عرفتوا، بس استنوا. بصوا كده. و بصوا جبت المنظم الكتكوت ده كان ب25، يعني بصوا حتى مشلتهاش من تحت، كان ب25. بصراحة كنت فاكرة ان هو ب10، بس يلا بقى بجد والله جايباه على اساس ان انا جبته ب10، بس هو طلع مكتوب تحت 25. ما علينا. و استنى عشان مفرش. طبعا انا فضيت الحاجه دي وفرشت المكتب اكتر من 10 مرات لحد دلوقتي، لحد ما اعمل لكم الفيديو. بس بصوا يعني هو المفرش تحفه، هبقى اوريه لكم كامل في يعني. بس بصوا لي الفيونكات والقلوب والحاجات الكتكوته دي. هبقى اوريه لكم في فيديو تجهيزات المكتب ان شاء الله باذن الله. ممكن ينزل الاربع ده لو نزلت فيديو نصايح النهارده، يعني ما اعرفش، بس استحاله ان انا انزل فيديوهين في يوم، مش هلحق. اوكي. وطبعا تعالوا بس عشان ده محتاج يفضلوا مكان الاول. منظم الكتكوت ده تعالوا هنركبه ولا نركبه في فيديو تجهيزات المكتب؟ في فيديو تجهيزات المكتب. بصوا هو بيجي معاه الاتنين دول، يعني بصوا لا دول مش تبعنا بصراحه. بصوا هي دي الرجول بتاعته. 4 هما بيتحطوا فين بقى؟ بصوا بيتحطوا هنا عشان يبقى عالي، ودي بتتحط هنا، وبيتحط ده فوقه كده. تمام. فكل ده هنشوفه ان شاء الله في تجهيزات المكتب باذن الله يعني. وطبعا لسه الشنطه ما خلصتش، استحاله لسه. فايه بصوا بقى. بصوا الكتكوته دي كانت ب190، والمفرش كان ب135، والمنظم كان ب95، وده ب25، ودي ب190. دفع فيها دم قلبي يعني. بصوا استنوا تحفة. وشكلها كده من جوه فيها شاليمو وفيها زبرو. استنوا هطلعها. ايوه بصوا بقى، على فكرة انا جايبها عشان دي، يعني دي. استنوا نحط دي هنا كده. يعني هي دي بتتركب فين؟ هنا اهو. استنى راحت فين؟ هنا اهو. سوري I'm so sorry بجد. تركب هنا. فايه بنحطها كده. استنوا دي بنحطها كده، يعني دي بتبقى شكلها في الاخر كتكوتة موت.
فايه بجد يعني انا دي اكتر حاجه عجباني، دي مش هتطلع بره المنطقه دي حرفيا، عشان مش مستغنيه عنها بصراحه. بعد ما صورت الفيديو اتمسح، فما علينا. هنبدا بدي اللي انا كنت بدأ بيها اصلا المره اللي فاتت. بصوا دي مروحه ميني كتكوته صغنونه كده، يعني تخيلوا انا جبت انهي، كنت لسه هقول لكم تخيلوا انا جبت انهي، اصلا اكتشفت ان هي متعلم عليها. ما علينا. فبصوا طبعا انا كده كده اوريدي انا استخدمتها وفتحتها وشحنتها وعملت كل حاجه، بس عادي يعني هنتعامل معاها كأن اول مره نفتحها ونستخدمها. اول حاجه دي كلها حاجاتها. ما علينا. بصوا شكلها كتكوت قوي، وبيجي معاها دي القاعده بتاعتها بتتحط كده، تمام. وبصوا بقى اصلا انا جايباها عشان دي، يعني اللي هو لولا دي مش موجوده ما كانش زماني جبتها، كنت هموت واجيب ميلودي او ميلودي عامه، بس للاسف ما لقيتهاش. بصوا تحفه. وبيجي معاها اليو اس بي ده عشان تشحنوها، بيتحط هنا كده. كل مره بتلخبط اصلا وما بعرفش احطه من اول مره. وده بتحطوه في اي شاحن وبتشحنوها عادي يعني. بصوا فيها 3 سرعات برضو، تحفه خطيره. وهنحطها كده يعني، مش لسه هحطها في العلبه بتاعتها خلاص. ونيجي بقى لدي، كنت هموت واجيبها. تخيلوا كده، تخيلوا انا جبت ايه. 3 2 1 تخيلتوا؟ استنى ترى تحفه. شكلها كتكوت. جبتها عشان حاجتين بصراحه، اول حاجه عشان لونها لافندر، تاني حاجه علشان ما لقيتش غيرها اصلا. وكانت ب160، مش فاكره خدتها 155 ولا ب160، بس ما علينا. طبعا بصوا شكلها كيوت موت. ونسيت اقول لكم صحيح ان المروحه ب100، ودي 3 سرعات يعني. بصوا اول واحد والتاني والتالت، اول سرعه 3 مستويات. فنطفيها كده، وبيجي معاها برضو اليو اس بي بتاعها، بس ده تي اف سي، انما التاني بتاع المروحه عادي. وفي بصوا في حجاره من هنا كده، استنوا اهي، ده مكان للحجاره. وفي مكان هنا اهو، يعني ده كده بيتحط في الشاحن. يعني بصوا اهي بيتحط هنا كده، وده برضو في اي شاحن وبتشحنوه بيها. وطبعا ما عنديش خلق يعني. والشنطة المفضلة عندي حرفيا، يعني حرفيا اكتر شنطة ماي فيفورت. فتعالوا نبدأ. مش عارفة هنبدأ، بس احنا هنحط ايدينا ولا هيطلع بقى. يعني بصوا مثلا كده في اشياء باينة كده، ما الآلة الحاسبة مش عارفة ايه اللي جابها هنا، بس حسيت ان هي حاجة مهمة محتاج. بصوا طبعا دي مكان الستيكرز اللي لسه ما اتمسحتش، بس ما علينا، كل ده في فيديو تنظيفات المكتب طبيعي يعني. حسيت ان هي حاجة مهمة يعني، عشان اوريدي كيمياء، في كيمياء وفيزياء، واللي داخلين علم الرياضة اساسا هيحتاجوها قوي. نسيت اقول لكم ان في الشنطة دي فيها حاجات من السنة اللي فاتت، بس عادي يعني عادي. وعندنا التودو ليست بتاعت مستر محمد صلاح، مش عارفه انا ما استخدمتهاش ليه اصلا من المره اللي فاتت، يعني من ساعه ما جبتها، بس حاسه ان هي دي بتتحط كده، بس ان شاء الله هنستخدمها يعني، مش عارفه امتى، بس ان شاء الله هنستخدمها. وعندنا ايه تاني يعني، عندنا علبه الاقلام الروتو، جبتها ازرق بس ما جبتش فيه اسود، ما جبتش اسود اصلا كتير ولا احمر. يعني بصوا اهي من جوه كانت ب40، ب45 سوري. ما انا بعد ما جبتها ب45 كان في محل تاني بيبيعها ب40 عادي، انا اتضحك عليا عادي يعني، ما فرقتش من 5 جنيه. وجبت الاقلام دي، اصلا باين ان هي اتفتحت اكتر من مره. طبعا انا ما بحبهمش، بس جبتيهم ليه علشان شكلهم يعني، عشان يعملوا يدوا شكل حلو. بس بجد يعني هو ده خطه حلو. البينك خطه حلو برضو، الاصفر مش قوي، الاخضر نوعا ما، وده برضو يعني فعادي. بس انا بكتب بيهم يعني، هو انا جايباهم اوريدي عشان اكتب بيهم، فده السبب بصراحة. واصلا يعني ده السبب اللي مخلانيش اجيب الاقلام السود كتير، او علبة روتو سودا، لان اوريدي ما بحبش اصلا اللون الاسود، ما بعرفش اكتب بيه، بحس ان خطي وحش. وفي نفس الوقت انا جبت دول. اتفتحت تاني، ما علينا.
ايه ده؟ ده اللي انا هموت وافتحه من ساعه. دي مش فاكره كانت بكام، كنت انا وعمو محتارين على سعرها بصراحه، بس في الاخر يا 25 يا 30 مش فاكره. دي بقى تحفه، دي كانت ب15 يعني. فانا سايبه الاسعار بصراحه، حاجات يعني معظم الاسعار عشان انا بنسى. فده انا هموت وافتحه بصراحه يعني. مش لسه هستنى فيديو ترتيبات، فايه اصبروا. كوليكتور شريط ده انا اول مره اجربه عامه، ما اعرفش هو حلو ولا وحش. اصبروا هفتحه وارجع لكم. لا استنى، لقيت بيتفتح من هنا اهو. تحفه كتكوت. استنوا هجيب ورقه ونجربه. جبت دي، بصوا بقى يعني ايه. استنوا كده. ايوه والله كان بيعمل اهو، يعني هو شغال. بس انا بجد يعني هو المفروض من المفترض يعني من المفترض ان اهو، بصوا يعني معلش معوقه والله، بس ما علينا. نودي البتاع دي في مكانها تاني. ده تحفه، كنت هموت وافتحه بصراحه من اول ما جبته، بس قلت لا استحاله احنا نصبر. وايه مش عارفه في ايه تاني بصراحه. دول هايلايترز انا عارفه. لا استنوا، في حاجه ده بتاع السنه اللي فاتت، فانتوا اكيد عارفينه يعني. وده برضو بتاع السنه اللي فاتت. جبت دول، كان في واحد كمان يعني، هو انا لما ادخل ايدي هجيبه. جبت الاتنين دول من برافو، لونهم تحفه خطير. استنوا هجيب الورقه تاني عشان نجربه. اصبروا. يعني بصوا، ده اللون الاورنج كده يعني. هو بصوا لونه، اتمنى تكونوا شايفينه. هحاول اعمل زوم برضو، بس هو لونه تحفه خطير. وده ما جربتوش. واو بجد 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 تحفه. استنوا هطلع التالت. انا جايبه 3 بس، جايبهم لوحدهم. جبت ده عشان اصلا الاصفر بتاع السنه اللي فاتت ده قرب يخلص. فايه، لا بجد تحفه. فانا مبهوره بيهم بصراحه. نشيل دي يا رب ما نحتاجها تاني، مش فاكره اصلا هنحتاجها ولا لا. وفي ميداليه، جبتها ليه؟ جبتها علشان الشنطه، عشان احطها في الشنطه لما في فيديو التجهيزات هبقى اوريكم. بجد بجد زهقت والله. بصوا، كتكوته كتكوته كيوت في لزقه، ما علينا. بس كتكوته كيوت عليها رائد فضاء، فانتي في قلبي هحطها كده، مش هستخدمها. بصوا بقى يعني، هي من جوه تحفه. مش عارفه ليه حاسه ان النور ضارب، مش عارفه. بس بصوا هي خطيره خطيره حتى يعني. من هنا تحفه تحفه بجد بجد. دي في قلبي. واللي ما يعرفنيش انا بعشق رواد الفضاء عموما، اي حاجه متعلقه بالفضاء بجد هي في قلبي. فايه استنوا. اقلام، جايبه 3 اسمر عشان انا كده كده ما بستخدمهمش كتير، و2 احمر لزوم يعني، لزوم بدايه السنه والله العظيم بجد. استنى، كان في ستيكي نوتس وحاجات. اصبروا. والاستيكه بتاعت السنه اللي فاتت ما بتمسحش على فكره، بس انا هحطها منظر عشان شكلها حلو. اصبروا بقى عشان في ستيكي نوتس. استنوا هطلعهم ال3 مع بعض. ايوه اهمت. طبعا دي فواصل، شكلها كتكوت كده وتحفه. وفيها مسطره يعني، اللي هو دي 2 في 1 او 3 في 1، ممكن تستخدموها فواصل ستيكي نوت مسطره. فتحفه. كانت ب37. ثواني انا نسيت اصلا اقول لكم الاسعار. احنا وقفنا عند ده كان ب15، القلم كان ب10. النوتة مش فاكرة كانت بكام، بس اي ثينك ب35. والقلم كان ب5 جنيه. والميدالية كانت ب10، ودي ب37 ونص. انا خدتها ب35 عادي يعني، عمو عامل لي ديسكاونت. ودول ستيكي نوتس مش فاكرة دي بكام بصراحة، لا استحالة. ممكن ب15 او ب10. ودي كانت ب15. تحفة تحفة. طبعا دي احنا عارفينها، فانا هفتح دي واشوفها من جوه واشوف الورق بتاعها عامل ازاي. تحفة بجد بجد خطيرة. طبعا بصوا، اكتر حاجة كتكوتة في العالم، ودي اخر حاجة عموما. دي باختيار البنوتة اللي كانت في المحل. كان في منها كافيه، بس هي قالت لي ان اللبني بتبقى احلى في الورق بتاعها من جوه، وهاقد كان يعني. ما بصوا تحفة. تعالوا بقى اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي يعني. واو بجد انا مبهورة بيها يعني. اللي هو انتوا ازاي كده بجد يعني. دي انتوا بيجيلكوا قلب تكتبوا في دول
اكيد لا. يعني هي متقسمه 4 اقسام من جوه كده. ف يعني انت في قلبي، لا بجد والله العظيم. يعني مشتريات السنه دي، صبلاي السنه دي بجد تحفه، تحفه فوق التحفه. ف يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس بجد هي خطيره، كتكوته كده وتحفه يعني. معرفش انا دي جايباها اصلا هحطها كده، معرفش استخدمها ايه، معرفش هل استخدمها ولا لا، بس هي دي تحفه. طبعا ما تعملوش العبط ده، يعني هاتوا الحاجه اللي انتوا هتستخدموها بس. شكلها كيوت. وبس كده، دي كلها الحاجات. ف صح، ازاي نسيت؟ في قلم سنون على شكل رائد فضاء تحفه، هحط لكم صورته هنا يعني. طالباه فلسه ما جاش. طبعا لان انا كنت بتدلع بصراحه، يعني انا وصاحبتي بنتدلع، مش قادرين حد فينا يروح يحاول فلوس. هو شكله كيوت قوي قوي قوي، معرفش هيجي امتى بصراحه. ف يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتظروا فيديو ترتيب المكتب رائع تحفه خطير، كل الكلام ده كله. وبس كده يكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل لكم فيديو جديد يوصل لكم. ومتنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس بسرعه بسرعه، ان شاء الله هفتحه، مش زي الفيديو اللي فات كان مقفول. وبس كده، بايو.